في أكاديمية البوليس الناس بتيجي وأهدافها مختلفة. في ناس عايزة اللبس الميري، وناس عايزة الهيبة، وناس داخلة عشان الأهل، وكم واحد كمان متأثرين بالأفلام. وسط كل دول في شابين، بيلي كوستيجن وكولين سوليفن، وكل واحد فيهم داخل لهدف مختلف خالص. بيلي عايز يهرب من ظل عيلته اللي معروفة إنهم مجرمين. بالنسبة له إنه يبقى ضابط دي طريقة يفك بيها نفسه من العالم ده. إنما كولين فده اتربى تحت جناح فرانك كوستيلو، راجل مافيا ايرلندي تقيل في ساوث بوستن. من وهو عيل صغير كوستيلو كان بيجهزه عشان يبقى عينه جوه. كولين ممكن يلبس الشارة بس هو خاين من أول لحظة. الاتنين اتخرجوا من الأكاديمية خلاص، لا أقلام ولا كتب. كولين بسجله الشاطر ودرجاته العالية اتسحب بسرعة على وحدة التحقيقات الخاصة اللي هي من النخبة. هناك قابل الكابتن كوينن ومساعده الصريح زيادا عن اللزوم السيرجنت ديجنم اللي سألوه شوية أسئلة سريعة، وبعد كده دخلوا على اللي بعده جه دور بيلي. المقابلة بتاعته كانت مختلفة. ديجنم فتح سيرة عموه جاكي اللي مات وسيرة عيلته اللي كلها سوابق، وفضل يسأله هو أصلا عايز يبقى ظابط ليه؟ انت بتمثل ليه انك ظابط؟ احنا عندنا سؤال. كوينن سمع الكلام وبعدها دخله من سكة تانية. بدل ما يدخل الخدمة بشكل مباشر عرضوا على بيلي شغل متخفي. بخلفيته العائلية هو انسب واحد للحكاية دي. طب وانا هعمل ايه عشان الموضوع يبان حقيقي؟ كوينن وديجنام لفقوا له قضية وخلوه يقضي مدة قصيرة بالسجن، وبعدها خرجوه تحت المراقبة. الخبر انتشر بسرعة. بيلي دلوقتي بقى مسجل سابق وشكله بقى راكب على الدور، ومن خلال معارف ابن خالته ابتدى يزحف واحدة واحدة جوه عالم الجريمة، عامل نفسه تاجر صغير على قده. في ليلة وهو قاعد في بار وبيشرب عصير كرانبيري كان بيلي ساكت وابن خالته بيزكيه قدام أرنولد الراجل اليمين لكوستيلو. لما واحد كان واقف قريب اتريق على اللي بيشربه وقال له ايه ده دورتك هتنزل امتى؟ بيلي اتعصب في ساعتها ومسك الكوبايه وخبطها في وش الراجل. الحركه العنيفه دي شدت انتباه ارنولد، وبعدها على طول بيلي دخل رادار كوستيلو. في نفس الوقت كولين كان مزدهر في وحده التحقيقات الخاصه. الهدف الاساسي بتاعهم كان كوستيلو اللي كان لسه سارق معالجات دقيقه متطوره كانت مخصصه للسلاح وناوي يبيعها للصين. وفي السر كولين كان بيبلغ كوستيلو ان البوليس بيقربوا منه. بيلي كان عارف انه لازم يقرب من كوستيلو بسرعة. في صباح يوم وهو بيفطر في محل صغير شاف اتنين من رجال مافيا بروفيدنس بيضايقوا صاحب المحل عشان ياخدوا منه فلوس. بيلي استغل الفرصة وانزل فيهم ضرب لحد ما وقعهم الاتنين. الحركة الجريئة دي مش بس خلت كوستيلو ياخد باله منه، دي كمان كسبته ثقة جوه المافيا الأيرلندية. وفي الناحية التانية كولين ابتدى علاقة مع مادولين وهي معالجة نفسية شغالة مع وحدة التحقيقات الخاصة، وهما بيتعشوا وأن فضل يسحرها بكلام سهل ولطيف، وواحدة واحدة كان بيجر منها تفاصيل عن مرضاها من غير ما يبان عليه أي شك. وفي آخر الليلة دي بيلي رجع البار تاني وبيشرب عصير كرانبيري زي كل مرة. المرة دي أرنولد وصل ومعاه كوستيلو بنفسه. بيلي تاخد أوضة مقفولة وهناك أرنولد فضل يفحصه كويس. وريني دراعك، قلبه ده نظيف. وبسبب شكهم في خناقة الصبح كوستيلو ماسك ايد بيلي المصابة وخبطها بجزمة جامد وهو بيضغط عليه عشان يعترف لو كان ظابط. انت لسه هو ظابط؟ لا لا. وبعد ما اختبره كفاية كوستيلو ضحك في الاخر واداه فلوس عشان ايده وسابه يمشي. بس رغم كده فضل عنده شك. وبعدها اتكلم مع أرنولد. كوستيلو ما كانش واثق في بيلي للآخر، لكن أرنولد أصر إنه حقيقي وقال إنه شبهوه، راجل ما عندوش حاجة يخسرها ومفيش عيلة بجد تربطه ولا تشده. تاني يوم الصبح البوليس لقوا جثة الاتنين بتوع المافيا اللي بيلي كان اتخانق معاهم. كوستيلو غطى آثاره وقال لكولين يوجه التحقيق ناحية ناس تانيين. وفي نفس الوقت بيلي كان واحدة واحدة بيتسحب جوه الشلة من غير ما يعرف إن كوستيلو كان لسه على التليفون مع كولين. ولما كوستيلو قفل المكالمة بص لبيلي فجأة وسأله انت بقى تقدر تعمل لي ايه بجد؟ بيلي ما قالش حاجة غير انه هز راسه بتوتر وهو مخبي خوفه. وبعدها بلحظات جري على الحمام ولع سلك التسجيل بتاع البوليس وكلم كوينن. قال لهم بوضوح انه مش هيلبس سلك تاني عشان عارف ان دي ممكن تموته. وفي وحدة التحقيقات الخاصة كولين كان بياخد إشادة على حركاته الذكية. دخل أصحابه القدام من الأكاديمية براون وباريجن وقال لهم إن عنده واحد بيسرب له من بوليس الولاية. مكانته هي علت بسرعة ومادولين بقت كمان صاحبته. إنما بيلي فكان لسه محبوس في الطحنة الخطيرة دي. هو شغال تحت إيد أرنولد، كان بيلم فلوس وبينفذ أوامر كوستيلو وكتير منها كان بالعنف. ولما بيلي بلغ عن واحد من رجال كوستلو اللي هو فيتزي البوليس عرفوا يمسكوه بس من غير إذن قبض. فيتزي البوليس قدروا يجيبوه لكن من غير إذن، ما قدروش يوجهوا له تهمة. في اللحظة دي كولين دخل من غير ما يبان في الكاميرا وعامل نفسه محامي مبعوث من طرف كوستلو. أدى فيتزي تليفون وقال له بسرعة يعمل مكالمة.
فيتزي اتصل بأرنولد ولمح له انه اتمسك. التحذير ده خلى رجال كوستيلو يمسحوا الأدلة، وفي نفس الوقت ادى لوحدة كولين طرف خيط يمشوا وراه. طلعوا آخر رقم اتصل بيه، ده بيتو. كولين كان بيلعب على الناحيتين بإتقان. ناس كوستيلو فضلوا في الأمان، وفي نفس الوقت البوليس فاكرين انهم بيقربوا. سمعته هالت جدا وبقى نجم طالع في القسم. اما بيلي فكان احباطه بيزيد. اكتر من سنة ومفيش اي خبر عن المعالجات الدقيقة ولا اي خيط قوي يديه لكوينن او ديجنم. ومن كتر الزهق من الاستنى واجههم بشكل مباشر وطلب يعرف ليه لحد دلوقتي ما وقعوش كوستيلو. رغم كل جرائم القتل اللي وراه، كوينن فكروا انه لازم يصبر، وقال له انهم محتاجين الترتيب الصح عشان يوقعوا راجل بالقوة دي زي كوستيلو. وكجزء من فترة المراقبة بتاعته كان لازم بيلي يحضر جلسات علاج نفسي. وبالصدفة المعالجة النفسية اللي تعينت له كانت مادلين صاحبة كولين، وهي طبعا ما عندهاش اي فكرة ان بيلي ضابط متخفي، فكانت بتتعامل معاه على انه مجرد زبون صعب ومليان مشاكل. حاولت تخليه يفتح قلبه ويتكلم، لكن بيلي ما كانش يقدر يغامر. كل اللي طلبه كان روشتة تساعده على القلق والأرق، ولما مادلين رفض خرج من عندها وهو متعصب. لكن بعد لحظات نزلت وراه بره وادته الروشتة بهدوء، وقالت له ما يرجعش تاني لأنها هتنقل حالته لحد غير. في وقت لاحق من نفس الليلة كولين عرف إن القسم بيحضر لكمين كبير. كوستيلو كان على وشك يبيع المعالجات الدقيقة المسروقة للصينيين. فريق وحدة التحقيقات الخاصة كان مستني إشارة بيلي عشان يتحرك، لكن كولين وهو بيحمي الراجل رباه سرب لكوستيلو التحذير وقال له ينقل الصفقة لمكان الكاميرات ما تقدرش توصله. ومن بعيد بيلي ادى الإشارة إن كل حاجة ماشية، المشترين موجودين، لكن البوليس ما شافوش حاجة فترددوا. ولما اتحركوا أخيرا كانت العربيات فاضية. كوستيلو والمشترين كانوا هربوا بالفعل بالمركب. ومرة كمان البوليس ما طلعش في ايدهم حاجة. بيلي وهو مولع من الغضب والخوف ضغط على ديجنم عشان يكشف الخاين اللي جوه وحدة التحقيقات الخاصة قبل ما كوستيلو يبدأ يشك فيه هو. ومع زيادة الضغط بيلي لقى راحة هشة في مقابلة مادلين بره مكتبها على قهوة. كلامهم بقى شخصي أكتر، وبالنسبة لبيلي هي بقت الشخص الوحيد اللي يقدر يتكلم معاه حتى لو هي ما تعرفش حقيقته. وبعد كده وهو بيعاقب تاجر خان كوستيلو، بيلي اكتشف حاجة صدمة. كوستيلو كان في السر مخبر للإف بي آي وبيضمن لنفسه الحماية. وفي نفس الوقت بدأ الشك ياكل في كوستيلو، وطلب من كولين يلاقي الجاسوس اللي جوه طاقمه. وبعدها بفترة قصيرة الشلة كلها اتجمعت في اجتماع كئيب داخل جراج. أرنولد طلب من الكل يسلم بياناته الشخصية من الأسماء لحد حسابات البنك. بيلي قاعد متجمد مكانه متخيل ان دي اللحظة اللي هينكشف فيها، لكن بدل كده صحح غلطة إملائية في الورقة بتاعت فيتزي. وبعدها قال لأرنولد بجرأة انه مش هيمشي في اللعبة دي وساب المكان وخرج. في الليلة دي وهو عارف ان غطاه مش هيستحمل كتير، راح بيلي لشقة مادلين. ولأول مرة بيلي ساب حذره يقع وهي مطر التوش وقضوا الليلة سوا. تاني يوم كوستيلو واجه بيلي بسبب رفضه يكتب بياناته، لكن بيلي اللي اتبهدل من سنين الشك والخوف قرر أخيرا يرد. قال لكوستيلو لو انت مش واثق فيا اضربني بالنار، لكن انا مش هلعب الالعاب دي تاني. كوستيلو اتفاجئ بجرأته فهدي وسابه يعيش. بيلي اخيرا اخد نفسه شوية رغم انه عارف ان الاحساس ده مؤقت. وفي الناحية التانية صعود كولين كان مستمر، ودلوقتي بعد ما بقى محل ثقة في قيادة البحث عن الخاين جوه وحدة التحقيقات الخاصة، شاف قدامه فرصة مثالية يحمي بيها نفسه ويكشف الجواسيس المستخبيين جوه القسم. وفي وقت متأخر من نفس الليلة قابل كوستيلو سرا في مسرح من غير ما يعرف ان بيلي كان بيراقبه. كولين حذره يفضل ساكت لحد ما الخاين يتكشف، ورغم ان كوستيلو اتضايق وافق وسلمه ظرف مليان بسجلات افراد العصابة، نفس الاوراق اللي بيلي كان رافض يكتبها ولسه عليها علامة التصحيح الاملائي اللي عملها. بيلي فضل ماشي وراهم عايز يعرف مين اخد الظرف، لكن كولين بذكائه المعتاد حس انه متراقب وانسحب من غير ما يسيب اثر. وفي اليوم اللي بعده في المكتب كولين فتح الظرف اللي كوستيلو كان مديهوله بهدوء، لكن الورق ما كشفش اي حاجة مفيدة. وفي نفس الوقت كوستيلو ابعد بيلي عن اخر عملية مخدرات وقال انه عايز رجالة جداد للشغلانة. بيلي اتلخبط وقلق فبلغ كوينن من غير ما يعرف ان غطاه لسه سليم. كوستيلو من ناحيته سأل كولين اذا كان سمع عن اي عناصر جديدة ممكن يكونوا ضباط متخفين. كولين انكر وادعى انه عنده اتصال بمصادر جوه العمليات السرية. وبكده كوستيلو اقتنع ان بيلي مش هو الخاين، وعشان يخبي فشله هو كولين امر رجال المباحث يراقبوا كوينن على امل ان الكابتن في يوم يقابل الجاسوس، والخطة نجحت. كوينن قابل بيلي سرا فوق سطح مبنى. كولين نقل العنوان لرجالة كوستيلو والكل اندفع ناحية المبنى، واتصلوا ببيلي وطلبوا منه يساعدهم يقتلوا الخاين من غير ما يعرفوا انه هو الشخص المطلوب اصلا. العنوان 314 شارع واشنطن، فهمت؟
بيلي قدر يهرب من السلم الخلفي، لكن وسط الفوضى رجالة كوستيلو رموا كوينن من فوق السطح. جثته وقعت قدام بيلي مباشرة، وبيلي اتجمد من الصدمة، وفجأة ضرب النار اشتعل، والضباط فتحوا النار من غير ما يستنوا أوامر كولين، ووقع قتلى ومصابين من الناحيتين. لما رجعوا للمقر موت كوينن خيم على الكل. ديجنام وهو خارج من طوره ليكم كولين، وبسبب اعتدائه ده اتوقف أسبوعين عن الشغل. أما بيلي فاتهموه إنه تأخر عن الكمين. واحد من المصابين وهو بينازع همس لبيلي إنه متعمد اداله العنوان الغلط، ومع كده بيلي وصل للمكان الصح. وقبل ما بيلي يقدر يسكته الراجل مات متأثر بإصابته. مرعوب ومهزوز بيلي راح يدور على مادلين، ورغم إنهم اتقابلوا هي رفضت تشوفه تاني واعترفت إنها اختارت حبيبها. أنا آسف لوحده ومكسورة تماما. قعد بيلي في صمت لحد ما تليفونه رن. المكالمة كانت جاية من رقم كوينن. اتجمد من الرعب ورد، لكن كل اللي سمعه كان صوت نفس على الطرف الثاني. كان كولين سامع بس في هدوء. بيلي قفل الخط بخوف، وبعدها اتصل تاني يطالب يعرف مين اللي ماسك موبايل الراجل الميت. كولين قدم نفسه بهدوء على انه البديل بتاع كوينن. بعدها بوقت قصير انتشر خبر ان الراجل المصاب اللي كان تقريبا هيكشف بيلي طلع هو كمان ضابط متخفي. كوستيلو اقتنع انهم مسكوا الجاسوس فعلا، فبدأ يطمن وينزل حذره. لكن كولين كان شاكك ان كوستيلو نفسه ممكن يكون مخبر للاف بي اي، وعشان كده قرر يخبي هوية بيلي وما يفضحهاش. في الليلة دي كوستيلو جاهز لصفقة مخدرات ضخمة، وهو مقتنع ان الخطر عدا. لكن كولين اللي مازال بيلعب على الناحيتين حذروا ان عربيات الشرطة ماشية وراهم. كوستيلو اتجنن من الغضب وامره يستخدم منصبه علشان يوقفهم. كولين وافق بالعافية، لكنه قال ان عنده خطة احسن. بعد لحظات بيلي بعت الموقع الدقيق للصفقة يا الشرطة، ولما الفرقة تحركت حذر كوستيلو يهرب، لكن الزعيم طنشه وكمل تحميل الشحنة. بيلي استغل اللحظة وخلع مع بداية المداهمة. اشتباك عنيف انفجر بعدها، واحد ورا الثاني. رجال كوستيلو وقعوا قتلى بما فيهم أرنولد. ما كوستيلو نفسه فنجى بصعوبة وجرى يستخبى، لكنه لقى نفسه فجأة والشلوش مع كولين. ولأول مرة الاثنين واجهوا بعض بشكل مباشر. كولين سأله بصراحة إذا كان فعلا شغال مع الاف بي اي، لأنه بقى خايف على مستقبله هو نفسه. كوستيلو ما ردش، بدل كده مد ايده على سلاحه. كولين كان الأسرع، طلقة واحدة وأنهت كل شيء. كوستيلو مات. أخيرا بيلي وكولين وقفوا قدام بعض وجها لوجه. الحمل اللي كل واحد شايله بقى حاضر بقوة بينهم. بيلي ضغط على كولين وسأله ناوي ازاي يكشف الخاين اللي جوه الوحدة. كولين رد بهدوء انه هيتصرف بنفسه وطلب ملف بيلي. كولين طلب الباسورد وقال انه محتاجه علشان يمسح السجل الإجرامي الملفق الخاص بيلي سلموا الباسورد. لكن أول ما كولين ماشي الحقيقة بدأت تبان. بدل ما يمسح السجل المزور، كولين راح بهدوء ماسح الملف الرسمي لبيلي من سجلات الشرطة. وفي نفس الوقت بيلي لمح الظرف اللي كان كولين شايله قبل كده، وفهم الصدمة كلها مرة واحدة. كولين هو الخاين. مرعوب ومتوتر جاري بيلي عند مادلين، الشخص الوحيد اللي حاسس انه لسه يقدر يثق فيه. سلمها ظرف وطلب منها ما تفتحوش الا لو حصل له حاجة، وهي لسه ما تعرفش حقيقته. في الليلة دي مادلين قالت لكولين انها حامل، وللحظة قصيرة عاشوا سعادة هادئة، لكن الفرح ما كملش. تاني صباح مادلين لقت رسالة بيلي في البريد ومعاها تسجيل صوتي بيفضح سير كولين. عندنا ضابط جوه طاقتكم. في اللحظة دي شفت الحقيقة بوضوح. الراجل اللي كانت فاكرة انه كويس طلع في النهاية مجرد خائن. كولين بعد ما بقى يائس رتب مقابلة مع بيلي وضح له ان كوستيلو كان بيثق فيه اكتر من اي حد، وان عنده دليل يربط كولين بزعيم العصابة، وامروا يقابلوا فوق السطح نفسه اللي كوينن وجع منه. ولما كولين وصل بيلي وجه عليه السلاح واعتقله. كولين حاول يلف ويدور في الكلام واصر انه عمره ما كان خائن، وانه كان مجرد بيستخدم كوستيلو كمخبر. لكن بيلي ما صدقوش، وفجأة الضابط براون ظهر ووجه سلاحه وامر بيلي يسيب كولين. بيلي حاول يفهمه وقال له ان كولين كان رجل كوستيلو من البداية، وبعدها اجبر كولين يدخل الاسانسير بينما براون متردد. لكن اول ما باب الاسانسير اتفتح في الدور الارضي وقعت الكارثة. باريغان قتل براون هو كمان علشان ما يسيبش اي شاهد. كولين وقف مصدوم للحظة لحد ما باريغان فكله الكلبشات، وبعدها في صمت بارد كولين رفع سلاحه وضرب باريغان هو كمان. وبكده وسط 3 جثث حواليه كولين خرج وهو الناجي الوحيد. بعدها رتب الرواية الرسمية بالشكل اللي يخدمه، وادعى ان بيلي هو اللي كشف باريغان باعتباره الخائن، وانه مات وسط تبادل اطلاق النار. اتعملت جنازة بيلي بتكريم كامل. مادلين كانت منهارة من البكاء. دلوقتي فقط عرفت الحقيقة، لكن بعد فوات الاوان. الراجل اللي شكت فيه كان بطلا حقيقيا، والراجل اللي حبته ما كانش غير خائن. ورغم انها كانت حامل من كولين سلمت ملف بيلي الى ديجنام. وبعد فترة قصيرة رجع كولين الى شقته
بإرادته، لكنه لقى ديجنام مستنيه جوه. من غير كلمة واحدة ديجنام رفع سلاحه وأنهى حياة كولين. ولما جسده وقع الكاميرا استقرت بره الشباك حيث فأر واحد جرى فوق السور. وهكذا تنتهي هذه التحفة الإجرامية بخيانة وعدالة وصمت.